السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا، عشان كان في ناس كتير بتسالني مين مجدي، وانت ماسك ليه مجدي، وماسك ليه دبدوب، ولا ماسك ليه دميه ولا كده. عشان موضوع مجدي ده اصلا حاجه حقيقيه يعني. فانا قلت اجيب لكم النهارده مجدي عشان تتاكدوا ان الموضوع مش موضوع دبدوب يعني. اهو مجدي اهو. اهو شايفين؟ ده مجدي. خش حبيبي، انت اما بتسمع الكلام تبقى كده تمام. رايحين طعم مجدي يا جماعه احنا في الطريق اهو عشان رايحين نطعم مجدي، ومعايا احمد صديق العيله وزياد ابن احمد صديق العيله وجوز اختي العيله كلها. العيله كلها بس نروح نطعم مجدي ونديله الحقنه اللي عايزينها. مجدي النهارده عمل شغل عالي 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 عالي، وكل بقسماط من ايد العيال كلها، واحنا رايحين نطعمه دلوقتي وان شاء الله هنطعمه ونطعم نفسنا. ازيكم يا جماعه؟ انا في مدينه الرحاب ومعايا ابو حميد اهو اللي شفتوه الصبح، فهو خبير حيوانات. فاحنا رايحين عشان نشوف كلب عايزين نشتريه لاحمد. انا مش هشتري كلاب، كفايه مجدي. مجدي عمل الصح معانا النهارده. مجدي النهارده اتنرفز جدا من العيال الصغيره اللي كانت موجوده في البيت، وبدأ يزوم ويعني الحمد لله والشكر لله ان العضه جت بسيطه، هو عضني وعض احمد في نفس الوقت. بس ايه يعني خفيف. الحمد لله عضه حلو، عدت خفيف. اللي هو بيعلم علينا بس. هو احنا بدأنا الديل يطلع اهو، بس مش قوي. احنا دلوقتي وصلنا عند المحل بتاع الحيوانات. هو طبعا احنا مش عارفين هو يرضى يصورنا ولا لا، بس هو الراجل اللي قدامنا ده معاه كلب جولدن ريترايفر، حاجه محترمه جدا. استنى نصوره. احنا ممكن نصور الكلب ده. هو عمره قد ايه؟ عندها سنه. سنه. دي عسوله خالص. ايه؟ ست. بعد ما شفت مجدي للاسف امبارح الكاميرا فصلت شحن، معرفتش اصور كل حاجه. هسيب لكم بوست بكره ان شاء الله في Q&A عشان الناس اللي عايزه تكتب اي اسئله ونعمل لها فيديو ونجاوب على كل الناس. هحكي لكم قصه صغيره بقى قبل ما نخش في الموضوع اللي عايزين نتكلم عليه، عشان ده هيبقى مترتب على ده. انا بعد التخرج على طول ما رحت اشتغل في شرم، كنت بتصل باي فندق يقابلني، اي حاجه تقابلني. انا كان هدفي شرم او الغردقه، مش عشان جواز او كده، بس انا كنت مخنوق من مواصلات القاهره وزحمه القاهره من ايام الجامعه. فرحت اشتغل في شرم. الاول اتصلت بالفندق، فواحد من الHR خبطت فيه قال لي في شغل ومش عارفه ايه، فتعالى فهتركب الاتوبيس ده الساعه كذا يوم كذا وهتيجي تاني يوم في شغل. قلت له تمام. ركبت الاتوبيس، كان ضايع متدمر. بدل ما نوصل في 6-7 ساعات وصلنا في 10-11 ساعه. فقلت قشطه يعني، الواحد في الاول ما بيفكرش في الحاجات دي. رحنا هناك قال لك للاسف كان الساعه 2 بالليل او 1:30، قال لك للاسف ما فيش سراير ليكوا، فاحنا عقبال ما نظبط لكم الموضوع هتقعدوا ايه. كنا حوالي 10 هننام في اوضه قد اللي انتوا شايفينها دي ويمكن اصغر، فالمرتبه قد كده وهتنام عليها 5-6 ساعات. الواحد طبعا ما نامش، بس قال لك عادي، انت عايز توصل لهدف معين وعايز تنجح في حاجه، الواحد مش هيبص الحاجات دي في الاول. دخلت بقى المدير الHR بيقول لك انت هتشتغل في كذا، انت هتشتغل في كذا، انت هتشتغل في كذا. جالي وقال لي انت تشتغل ويتر. قلت له ليه ويتر؟ انا معايا كذا وكذا وكذا. قال لك لا، هو ده اللي فاضي عندنا. قلت له بس انا مش هشتغل ممكن اقبل ان انا اشتغل ويتر، بس مش هشيل خمور يعني. قال لي ما دام انت، هو اتخنق اول ما انا قلت له الكلمه دي، قال لي ما دام انت
مش عايز تشيل خمور، يبقى انت بالتفكير ده انت مش هتوصل لحاجه، انت مش هتعمل اي حاجه في حياتك، انت هتفضل كده. فانا ما بعرفش اسكت، انا من طبعي في اي حاجه بتضايقني، حتى في المانيا لو واحد بص لي بصه مش عجباني ما بعرفش اسكت. فقام قال لي كده، فانا قلت له مش مهم اشتغل في السياحه او ما اشتغلش، او مش مهم اشتغل عندكم او ما اشتغلش، بس اللي انا اوصل لحاجه اللي انا عايزها في حياتي او لا، دي مش شغلتك، دي بتاعتي انا بقى. ومن غير ما اقول له اي حاجه خدت الشنطه ومشيت. الساعه كانت 1:30 الظهر في شهر 8 في شرم الشيخ، الدنيا موت. ورجعت القاهره. وانا راجع القاهره بقيت ابص، عارف الافلام، كنت انا مش متخيل ان ده ممكن يحصل لي يعني. كنت راكب الاتوبيس، وعارف انت باصص من الشباك على شرم وانت ماشي، وانت بتقول ان انا هاجي البلد دي عشان ابقى جست فيها، مش هبقى شغال فيها. والحمد لله ده حصل. وبعد كده بقى يجي لك مدير الريسبشن وبيتمنى منك كومنت كويس للاوتيل. فدي بقولها ليه؟ عشان ما فيش حاجه مستحيله. امبارح كنت تحت في الشارع وقاعدين في كافيه، فسامع ناس بتتكلم وكده، الناس كلها محبطه. ماشي، انت ممكن تبقى محبط من حال معين في البلد او حاجه معينه، بعيد عن ان كل واحد بيحب ايه في السياسه او متفق او مختلف، ده بعيد، انا مش بتكلم في الحاجات دي، انا مش راجل سياسي. بس انا بتكلم في نقطه تانية، ان انت اصلا لو عندك هدف او حلم مالكش دعوه باي حاجه حواليك. بصوا يا جماعه، انا اول ما سافرت، اللي هيشوف الموضوع اللي انا هقوله لك ده محدش هيتخيله اصلا. الثوره كانت في 2011، كنت انا شغال في الهيلتون. 2012 على طول بعديها بسنه كان برضو بيبقى في مظاهرات، والبلد اصلا كانت مش مستقره، وكان ما فيش سياحه. انا اتجوزت المانيه وسافرت. فالموضوع اصلا، عارف اللي هو ربنا اداك اللي انت تستحقه في الوقت المناسب ليك. فانت ممكن اصلا مش مهم اللي حواليك، هو ربنا هيديك على قد تعبك. فالاهم حاجه في الدنيا اللي انت يبقى عندك هدف، اللي هو عندك هدف عايز اوصل لحاجه معينه انا هتعب عليه. اي حاجه بقى في الدنيا تحصل مش مهم، طول ما انا لسه واقف على رجلي انا هتعب. وفي الاول وفي الاخر انا بدعي ربنا، يا رب انا بتعب عشان عايز حاجه معينه، وعارف ان انت مش هتضيع تعبي. فانت بتشتغل على ده. لكن تفضل قاعد وما تعملش حاجه، خلاص ماشي، حال البلد وحش وانت قاعد ما بتعملش حاجه. فاللي بدل ما يبقى ده بس اللي كان بايظ فده وده. لكن انت لو تعبت، مفيش دين في الاديان الثلاثه الموجودين الا بيشجع اللي انت تشتغل. مفيش دين وقال اي دين او قال اي حاجه ان ربنا لو انت تعبت مش هيديك حقك، او مش ربنا اسمه العدل. فانت لو تعبت في حاجه معينه هتاخد حقك. فالموضوع كله اللي انا بتكلم فيه ليه احباط. ماشي، انت ممكن تبقى محبط في حاجه معينه زي ما قلت لكم، وانا في اوقات كتير ببقى كده. بس في نفس الوقت انت اتعب، انت بتعامل ربنا ما بتعاملش بشر. انت لما بتتعب في شغلك، ممكن واحد يشتغل وهو قاعد لوحده ومحدش بيشوفه، فانت بتعامل ربنا اللي انت بتعمل شغلك كويس، فربنا اللي هيكرمك. انت اللي هيخليك تتجوز وتسافر او تقعد في مصر او تبقى مدير او تبقى اقل من مدير او كده، مش الناس. والناس اللي ممكن تطلع كوسه وبتاع، طب تمام هيطلعوا فتره 2 3، بس اللي بيتعب بجد ده اللي ربنا بيكافئه في الاخر خالص. ففكرة بس اللي انت تبقى مؤمن بحاجة معينة، اللي انا لو تعبت هلاقي، الموضوع ده قل جدا قل جدا وما شفتوش. فياريت الناس تشتغل بعيد عن اي حاجة. اشتغل وبقى عندك حلم لنفسك، حلم لأهلك، حلم لمراتك لو انت متجوز، او مستقبلا حلم لأولادك لو انت عندك ولاد، او مستقبلا. حاول تشتغل ويبقى عندك حلم او هدف بعيد عن اي حاجة تاني، وابقى واثق في ربنا. انا مقدر ان ممكن يبقى في ظروف كتير وحشة، وانا حصل لي الظروف دي قبل ما امشي، وربنا الحمد لله كرم. وما باجي هنا بيبقى اخويا في نفس الظروف وده كله. بس لو استسلمت مش هتكسب حاجة، بس لو عافرت ممكن تكسب كتير. فانا حبيت اقول كده. وزي ما قلت لكم ان شاء الله انا كام يوم وابقى في المانيا، فهنبدا الفيديوهات بتاعه الفتنس، وهنبدا الفلوجز من هناك، وهتشوفوا البلد اكتر، وهحاول اصور لكم مع المان، وان شاء الله الدنيا تبقى تمام. يلا اشوفكم على خير، سلام.